تعمل له تغلال. هو كل ما ركب الموجه اول ما يتنطط على اهله. طب اتنطط على الناس. طب وانت القضيه دي انت رافعها لوحدك ولا انت واخواتك؟ لا انا دي اخواتي دخلوا فيها القضيه دي. انت اللي هي بتاعت اللي هي سلوى عبد الغني وسوري عبد الغني والوالده والحاجه. والد سوري عبد الغني. والحاجه زينب علي الصفراوي. اللي هي القضيه بتاعت المطالبه دي. بنطلق واخد بالك. اما دي بتاعت اللي هي خاصه بيه انا وهو. واخد بال حضرتك. وفي قضايا ثانيه معايا، وفي قضايا ثانيه مرفوع عليه، اترفع عليه قضيه دي برضه قضيه اللي هي بتاعت اخواتي البنات. دي بتاعت العماره. ده في بقى حاجه انيل واسفل بقى. ده في حاجه انيل. عماره عندنا في الوراق الرخصه باسم ابويا. الرخصه باسم ابويا، يعني المفروض بتاعت ورث كلام مننا. وباعها وعليها قضيه واخدين عليها حكم. انا بجيب لك الحكم عليها حكم بان هي تتباع في مزاد علني، وهو على علم بالموضوع ده بان هي تتباع في مزاد علني وعلى علم، ومع ذلك باع الشقق اللي في الوراق. العماره دي في الوراق، بس ان شاء الله قريب هننفذ الحكم. يعني هو بيبيع ملك الغير. طب قول لي بالله عليك لما واحد بقى بيبيع ملك الغير هيحصل ايه؟ هل بقى يعني وقت ما يحصل في الامور وهو انتوا ما قعدتوش معاه واتكلمتوا معاه؟ لا مالوش كبير. بيقول لك انا ماليش كبير. وناس كتير قعدت معاه ماليش كبير. هو صوته من دماغه. ده بيقول لي لوالدتي حتى كمان البيت بتاعه بيتكلم وهي لا مؤاخذه بتنطط علينا. والخير اللي هم فيه ده من عبد الغني اللي هو ابويا. الخير اللي هو فيه ده من عبد الغني. والجزيره اللي راح باعها اللي هو بتاعت ورثه جدي، بتاعت جدي اللي راح باعها وقبض من وراها ملايين. واخد بالك اللي خدها بالشفعه وقبض من وراها بالملايين. كل الحاجات دي جت ما من عبد الغني ومن سيد احمد. والباقي شرطه فلان ده ما اعرفوش. ده انا الحاجه الوحيده اللي بعرفها. انا بتكلم عن الحاجه اللي تخصني. الملايين اللي دخلت من عن طريق ابويا واهل ابويا. طب وايه اللي خلاك تلجأ للاعلام دلوقتي يعني؟ انا بلجأ للاعلام لان انا مش لاقي حد ينصرني. انا مش لاقي الجهه اللي تخليني ان اصد الطاغيه ده طاغيه. وفي نفس الوقت انا بتفرج، انا بشوف حاجه غير الواقع. عايز اوصل للناس اقول لهم يا جماعه خلي بالكم ده بيقول ما لا يفعل. يعني الكلام اللي بيقولوه في التلفزيون ده ما لا يفعل. يعني انا طب اقول لحضرتك حاجه. ده وداني انا واخته الكبيره وابن اخته الكبيره نيابه محكمه الجلاء عشان وقفنا له في الحزب الوطني. عشان وقفنا له في انتخابات الحزب الوطني. كنت ضده يعني؟ احنا ده شيء طبيعي. احنا ضده. احنا ضده على طول في اي حاجه. بس احنا نروح النيابه عشان احنا وقفنا له في الحزب الوطني. طب انت دلوقتي في الحزب الوطني ايه اللي خلاك تحولت وبقيت ثوره؟ ايه الموضوع؟ هو ده الموضوع ضرب على القفا ولا ايه الحكايه؟ انا ما بحبش النفاق. انا يا ابيض يا اسود. انا ما بحبش اللون اللي هو انا احب ادخل. ما فكرتش تكلم مثلا سمير زاهر؟ رحت لسمير زاهر. انا لسه قايل بيقول لك كلام حلو. رحت للكابتن سمير زاهر في المكتب بتاعه لصلاح سالم. ورحت اشتكيته لما عرفت ان المحامي اللي واقف ضد في المحاكم ابراهيم الياس بتاع المستشار بتاع القانوني بتاع اتحاد الكوره. فما عرفت انا اي حاجه اعرفها يا بيه، اي حاجه اعرفها اجري وراها عشان الاقي حد ينصرني ويوقف الطاغيه ده والظالم ده مننا ويدينا حقنا وناخد حقوقنا منه. مش عايزين ناخد حقوقنا. بقول لك العماره بتاعتنا وبتتباع ومعانا حكم الناس تتباع في المزاد عليه بيبيعها. هقول لك يا ابني بيبيعها وباعها وقبض فلوس حطها في جيبه وغطى مش لاقيين تاكل وانا مش لاقي اكل. طب وقال لك ايه سمير زاهر؟ رحت للكابتن سمير زاهر. ده قصه غريبه بقى. رحت للكابتن سمير زاهر وعرفت ان في المكتب جريت له ورحت بقى قام جه وخدنا قعدنا في المكتب الفرعي. اما انا بشتكي له بقول له يا كابتن سمير كابتن مجدي عامل معانا ومبهدلنا ومودينا وعملنا. وانا بحكي له والله العظيم ببص كده على منظر غريب. اما انا وانا بحكي للكابتن سمير زاهر قام بضرب عينيا في عينه بطريقه كده ما اعرفش ربنا الهمني. ام لقيت نفسي اتخذت جوايا. ام لقيته بيبص لي بصه غريبه. ام لقيت نفسي وانا بكلمه بقيت اكلمه اكنك بتكلم الهوا. بعد كده اما مشيت اتاري انا بتكلم مين؟
بكلم الرئيس، اتاري الرئيس هو رئيس التحكم. اتاري انا بكلم بالاعلام. هو انت يا نهار بدايه، ما انا راح اشتكي صاحب يعني اقول ايه بس صاحب القعده. انت واخد بالك؟ حمية حرامية. اتاري حمية حرامية. وانا سمير زاهر مطور. ما اتاري بقى لما ده بيدار على بعض. اتاري بقى انا بشتكي له من الصبي بتاعه، اتاري هو الزعيم. ما انا ما اعرفش انا بلتجئ عشان الناس تنصفني، لان انا واحد بصراحه الاعلام لا في ايدي ولا تلفزيون في ايدي. ده انا رحت حتى حاولت ان انا قابلت ناس كتيره واشتكيت كتير، لقيت نفسي اكني انا قاعد في صحراء بهوي، مش قادر اطوله.